ليه دهون الكرش عنيدة؟ معلومات هتغير كل اللي انت كنت فاكره عن الكرش وعن حرق الدهون. من الآخر، يا ترى ليه أول ما بنخس بنلاقي وشنا بينحف، ايديك ورجليك بيصغروا، بس الكرش ولا كأنه سمعك؟ ليه في ناس بتعمل رجيم بالشهور والميزان ينزل بس البنطلون لسه بيشد على البطن؟ وهل يا ترى فعلا في أكل بيحرق دهون الكرش؟ ولا كتر تمارين البطن هي الحل؟ ولا يمكن الكرش ليه سر محدش بيقول عليه؟ في الفيديو ده هنجاوب على أهم الأسئلة اللي الناس بتسألها عن دهون البطن، ونعرف الحقيقة العلمية ببساطة. ولو فضلت معايا للآخر هتعرف ليه ناس كتير جدا تعبى نفسها من غير نتيجة، وإزاي تشتغل مع جسمك بدل ما تحاربه. يلا بينا. هو ليه فعلا الكرش آخر مكان بيخس؟ لأن الجسم هو اللي بيحدد هيسحب الدهون منين من الأول، مش أنت اللي بتختار ده. الدهون متخزنة في الجسم كله، ولما تبدأ تخس الجسم بيختار بنفسه أماكن الحرق حسب بقى الجينات والهرمونات وحسب طبيعته. عشان كده ممكن تلاقي وشك هو اللي بيخس الأول، وبعديها صدرك، وبعديها رجليك، والكرش يفضل موجود. وعلى فكرة ده طبيعي جدا. الله، يعني الكرش عنيد فعلا. ايوه، ودهون البطن خصوصا عند الرجاله وعند الستات بعد الحمل او بعد سن ال40 بتكون اكتر مقاومه، وده سببه طريقه استجابه الخلايا الدهنيه، وكمان بسبب الهرمونات. طب هل دهون الكرش كلها زي بعض؟ لا، في دهون تحت الجلد ودي اللي تقدر تمسكها بايدك، وفي دهون حوالين الاعضاء الداخليه ودي الاخطر بكتير، لانها مرتبطه بامراض زي السكر والدم والضغط، وكمان بأمراض زي الكبد الدهني وأمراض في القلب. طب ليه المصريين بالذات بيعانوا من كرش كبير؟ لأن بطبيعة أكلنا المصري مليان نشويات وعالي جدا في السعرات. بناكل عيش ورز ومكرونة، محشيات وبطاطس، حلويات ومشروبات مسكرة، ولما كل ده يتجمع مع قلة الحركة الجسم يبدأ يخزن الطاقة دي كلها في البطن. طب هل السكر هي السبب الأكبر؟ في حالات كتير المشروبات الغازية، العصاير الفريش، شاي بسكر، قهوة بسكر، والحلويات اليومية كلها بتزود السعرات بسهولة جدا من غير ما تحس ولا تاخد بالك. طب هل الدهون هي اللي بتعمل الكرش؟ على فكرة مش بالضرورة. أي سعرات زيادة عن احتياجك، سواء جاية من دهون أو جاية من نشويات أو حتى لو جاية من بروتين، الجسم هيخزنها. المشكلة عمرها ما كانت في نوع واحد من الأكل، المشكلة في الكمية الكاملة. طب ليه واشمعنى بعد سن ال40 الكرش بيزيد؟ لأن مع كبر السن معدل الحرق بيقل تدريجيا، وكمان الكتلة العضلية بتقل، إلا بقى إذا الشخص فضل يتمرن تمارين مقاومة. وطبعا مع تغير الهرمونات الجسم يميل لتخزين الدهون خصوصا حوالين البطن. طب هل فعلا النوم ليه علاقة بالكرش؟ علاقة مباشرة. قلة النوم بتزود من هرمونات الجوع وتقلل هرمونات الشبع، فتلاقي نفسك جعان على طول، وخصوصا بقى الجوع يزيد بالليل. وده سبب ان ناس كتير بعد ما يسهروا يروحوا يفتحوا التلاجة من غير ما يكونوا فعلا محتاجين ياكلوا. طب ايه موضوع التوتر؟ هل التوتر بيكبر الكرش؟ التوتر المزمن ممكن يخليك تاكل اكتر، خصوصا الاكلات السريعة والحلوة، وكمان طبعا التوتر بيأثر على النوم وعلى النشاط، فالنتيجة النهائية زيادة في الدهون. طب هل تمارين البطن بتحرق الكرش؟ على فكرة دي من أكبر الخرافات. تمارين البطن بتقوي عضلات البطن، لكن مش بتختار تحرق الدهون اللي فوقها. يعني فعلا ممكن يبقى عندك عضلات بطن قوية جدا لكن مستخبية تحت الكرش. طب ما أنا بحس بحرقة في بطني وأنا بتمرن، ده معناته إيه؟ الحرقة دي العضلات وهي شغالة، لكن الإحساس ده مش معناته إن الحرقة دي بتحرق الدهون اللي في البطن. الدهون بتتحرق عن طريق الجسم كله، مش في المكان اللي بيتعب أثناء التمرين. طب هل المشي فعلا بيقلل الكرش؟ طبعا، على فكرة المشي المنتظم من أفضل التمارين، خصوصا لو معمول مع أكل مناسب. وأهم حاجة الاستمرارية مش السرعة زي ما معظم الناس فاكرة. يعني امشي كل يوم أحسن ما تمشي مرتين في الأسبوع بسرعة. طب موضوع الجري، هل لازم أبدل مشي مع جري؟ لو أنت مبتدئ لا، المشي كفاية جدا. الأهم إنك تتحرك كل يوم، مش لازم تعذب نفسك وتيجي على نفسك. طب هل البروتين بيساعد؟ البروتين بيساعد جدا لكذا سبب. أولا بيشبع لفترة طويلة، وكمان بيساعد يحافظ على العضلات أثناء ما أنت عمال تنزل في الوزن، وده يخلي الحرق أفضل بكتير، لأن أكبر مصنع بيحرق سعرات في جسمك هي العضلات.
طب موضوع ان شرب المية بتزود الكرش، هل ده صح؟ لا طبعا، المية لا بتحرق دهون ولا بتزود كرش، لكن شرب مية كفاية يساعد الجسم يشتغل بشكل طبيعي احسن، وعلى فكرة ساعات كمان بيساعد يقلل الاحساس بالجوع الكاذب. طب استخدام الحزام حوالين البطن ودهون وكريمات والكلام ده بتساعد في ازالة الكرش؟ لا خالص، اثناء استعمالها ممكن تخس شوية مية، لكن ملاش اي علاقة بالدهون. وعلى فكرة اول ما ترجع تشرب مية كل حاجة ترجع زي ما كانت، عاملة تقريبا زي اللي بيقعد في الساونا بيعرق وبيعرق وممكن يخس حبة حلوين وانت قاعد في الساونا، اول ما تطلع تشرب تاني كل ده يرجع. طب هل فعلا في اكل بيحرق الدهون في الكرش؟ مفيش اكل سحري، ولا الليمون ولا الجنزبيل ولا القرفة ولا الخل، كلها ممكن تخش ضمن نظام صحي، لكن مفيش حاجة منهم بتروح لدهون البطن تحرقها. طب ليه لما الوزن بينزل الكرش بيفضل ثابت؟ لان الجسم بينزل دهون في اماكن مختلفة في جسمك، احيانا بيكون في انتفاخ او احتباس سوائل او ضعف في العضلات نفسها يخلي شكل البطن تبان كبيرة. عشان كده ما تقيس نتائجك على الميزان بس، بص على مقاسات الهدوم، قارن صورك القديمة بالجديدة، شوف أدائك في الجيم اتحسن ولا لأ، مش كل حاجة رقم على الميزان. طب ايه أسرع طريقة تقلل دهون الكرش؟ من الآخر مفيش اختصارات، لكن في خطط واضحة. أول حاجة عجز معتدل في السعرات، تاني حاجة أكل بروتين كفاية، تالت حاجة تمارين مقاومة، رابع حاجة النوم النوم النوم، خامس حاجة تقلل من السكريات، واخر واهم حاجة الصبر. دي الوصفة اللي اثبتت نجاح في العالم كله. طب سؤال اخير يا دوك، هل فعلا ممكن اخلص من الكرش؟ ايوه طبعا ممكن، حتى لو كرشك كبير وحتى لو موجود معاك من سنين، لكن لازم تغير اسلوب حياتك، مش تعيش لي على ريجيم شهرين. افتكر دايما الكرش ما تكونش في يوم، فبرضه مش هيختفي في يوم. كل خطوة صغيرة بتعملها النهاردة هتقربك من جسم صح وحركة اسهل وثقة اكبر في نفسك. الخلاصة يا جماعة، لو فاكر ان الكرش ليه حل سحري، اتمنى تكون عرفت النهاردة ان الحقيقة ابسط من كده. مفيش كريم بيدوب دهون، ولا تمرينة واحدة بتشيل الكرش، ولا مشروب هتاخده بالليل تصحى تلاقي الكرش اختفى. اللي بيجيب نتيجة هو الاستمرار على عادات صحية. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه دهون الكرش عنيدة، معلومات هتغير كل اللي انت كنت فاكره عن الدهون وإزالة الكرش. من الآخر